انا مش جايه النهارده اعمل انبوكسنج لمكنسه دايسون. هكلمكم عن تجربتي بعد سنه من استخدام المكنسه، ولكن خلينا برضو نشوف فيديو للمكنسه اول ما جت من الفيديو ده، واحنا بنفتح البوكس بتاعها وبنشوف هي مكونه من ايه، عدد القطع واستخدام كل قطعه لوحدها. طبعا احنا جربناها اول ما جت وهوريكم دلوقتي التجربه. ده كان فلاش باك من سنة، وعشان في ناس مهتمة تعرف اكتر عن المكنسة قررت اعمل فيديو بشكل تفصيلي بعد سنة من الاستخدام. وبما ان دي تجربة شخصية وكمان بعد سنة، فده هيغنيك ان انت تشوف اي فيديو تاني. وطبعا رجعت طلعت الكرتونة تاني عشان اصورها. مكتوب على البوكس ان المنتج ده معتمد ومطابق للمواصفات في الدول الامارات واليوكي والسعودية واسبانيا. هنا مكان القطع اللي بالفعل احنا مطلعينها من سنة، يكون ده الشكل او التغليف اللي هما بيكونوا موجودين فيه اول ما بيجوا. المكنسة بتحتوي على الأجزاء اللي ظاهرة. هنتكلم عن كل جزء بالتفصيل، ولكن بشكل مجمل هما 8 أجزاء. هما جسم المكنسة وعصاية أو أنبوبة بتربط ما بين الجسم والفرشة اللي احنا هنستخدمها. عندنا فرشة خاصة بالسجاد وفرشة خاصة بالبلاط، عندنا برضو للكنب وللزوايا. كمان في أداة بتزود من مرونة المكنسة وطولها. هنتكلم عن كل أداة بشكل تفصيلي، وكمان هوريكم بتتركب ازاي. ده استند منفصل عن المكنسة ولكن مفيد جدا، بيسهل عليك استخدامها وكمان شحنها. بيلم لك الأدوات كلها في حتة واحدة في جنب واحد في البيت. أي حد هيجيب المكنسة يا ريت ما تنساش تجيبه عشان ده مهم جدا. دلوقتي تعالى نتكلم عن وظيفة كل جزء في المكنسة. وده جسم المكنسة، موجود فيه الشاشة والموتور والبطارية. والجزء اللي قدام هو الجزء اللي بيتجمع فيه الأتربة اللي المكنسة شالتها. بالنسبة للجزء الخلفي فموجود الشاشة وزرار الباور. بالنسبة للشاشة فبيظهر عليها نسبة الشحن. بيظهر لك برضو اوبشنز ان انت تختار الوضع، الشفط عايزه قوي ولا على الاوتو ولا على الايكو. وكمان بيظهر لك على الشاشة تحليل لنوع الجزيئات اللي تم شفطها. بعد ما بتخلص عملية التنظيف بيبقى الجزء اللي قدام ده مليان أتربة. بتوجه الجزء ده ناحية كيس أو صندوق وبتشد من تحت، بتلاقي الباب اتفتح لك وبتنزل كل الأتربة، وبعدين بترجع تقفله تاني. تاني حاجة معانا دي أنبوبة بتربط ما بين الجسم والفرشة. تالت حاجة دي فرشة بنثبتها مع الأنبوبة. رابع حاجة دي وصلة بتسهل حركة المكنسة في الزوايا، وفي نفس الوقت بتزود من طول المكنسة أو الأنبوبة. خامس حاجة الجزء بتاع الكنب أو السرير أو المفروشات. سادس حاجة معانا هو بيساعدنا في الأجزاء الضيقة زي زوايا الكنب. رقم 7 فرشة البلاط، ودي أكتر حاجة مميزة لأن بيطلع منها ضوء أخضر بيساعدك إن انت تشوف الأتربة بشكل واضح جدا. وآخر حاجة معانا هي الجزء بتاع السجاد. طبعا شكلها متطرب لأن احنا بقالنا سنة بنستخدمها. بتتفك وتتنضف بكل سهولة. لو عايزين فيديو ليها وأنا بفكها وانضفها اكتبولي في الكومنتات. المهم يلا نركب الأجزاء على بعض. هنبدأ بالأنبوبة والجزء اللي بيلزق فيها. دول كده هنركبهم في بعض. شوفوا كده أنا هعملهم ازاي. بالظبط كده هندخل الجزء اللي فيه الفرشة من ناحية الإزاز بتاع الأنبوب، وبعد ما ركبنا الأجزاء الأساسية نقدر إن احنا نحط أي قطعة في الأنبوبة. هنا أنا بحط الجزء بتاع الزوايا من تحت. تقدر ان انت تشيله وتحط اي جزء انت عايزه. انا شلته وحطيت الجزء بتاع السجاد. انا كده ركبت الانبوبة واخترت الفرشة اللي انا عايزاها، ناقص ان انا اركب الجسم عليهم هما الاتنين. قلت هحطها على الحامل واركبهم، لقيت المكنسة وقعت مني. الحقيقة ان هي وقعت ومحصلهاش اي حاجة، ودي مش اول مرة تقع ومحصلهاش اي حاجة. الحقيقة ان هي متينة جدا. وحطيت الجسم على الستاند علشان اعرف اركبه في الانبوبة وانا بصور. وكده المكنسة كاملة، الجسم والأنبوبة والفرشة. ده بيكون شكلها المعتاد، وانت تقدر في اي وقت ان انت تشيل الجزء اللي تحت الفرشة وتبدلها بفرشة تانية. انا هنا هشيل فرشة السجاد وهحط مكانها فرشة البلاط. تقدر برضو ان انت تشيلها وتحط اي فرشة تانية، فرشة الكنب. وبيكون ده شكلها المعتاد في البيت، ان هي بتكون متوصلة كلها ببعض والجزء اللي تحت هو بس اللي بيتغير. ممكن كمان تشيل اصلا الانبوبة من الجسم وتستخدم الفرشة بشكل مباشر على الجسم، بيكون ده شكلها. وتقدر ان انت تحط اي فرشة تانية غير الفرشة دي. بالنسبة للجزء ده فهو بيتوصل بالجسم، وبعدين بنحط الأنبوبة، وبعدين بنختار الفرشة اللي احنا عايزينها. الجزء ده بيساعدك لو انت عايز تستخدم المكنسة تحت الكنبة تحت الترابيزة. بيسهل من مرونة المكنسة وكمان بيزود من طولها. وده بيكون شكلها بعد التركيب. بتقدر ان انت تحط
اي جزء من تحت انت عايزه، اي فرشة. يلا بقى نجرب المكنسة. الاول هنجرب فرشة البلاط. رميت على الارض شوية رملة عشان نعرف نختبر المكنسة. ولازم عشان نشغل المكنسة نروح لزرار الباور ندوس عليه عشان المكنسة تشتغل. بيظهر عندنا 3 اوضاع بنختار منهم القوة اللي احنا عايزينها. انا طبعا مختارة الاوتو. وبعد التشغيل فرشة البلاط بيطلع منها ضوء اخضر، لو النور اهدى شوية بيكون الضوء ده اوضح بكتير. تعال نشوف هي هتعمل ايه. كفاءتها كويسة جدا بعد سنة. وهنا مكان الأتربة اللي بيطلع. دلوقتي هنجرب فرشة السجاد. طبعا ده أنا اللي رميته على السجادة. يلا نشوف تشغيلها. بعد كده هنجرب فرشة الكنب. وطبعا انا مش محتاجة ارمي اي حاجة، هو احنا عندنا قطط فاكيد شعرها هيطلع في المكنسة بالظبط كده زي ما انتوا شايفين شعر القطة مالي المكنسة. يلا نجرب فرشة الاماكن الضيقة. هعمل بيها زاوية الكنبة. شايفين طلعت شعر قد ايه. وهنا الشاشة ظهرت لنا تحليل لنوع الجزيئات اللي المكنسة شفطتها. وبعد ما بنخلص بنروح نفضي الأتربة اللي المكنسة لمتها. بنسحب على قدام، الباب بيتفتح وبعدين بنفضي كويس وبنرجع نقفل تاني. بالنسبة بقى الاستند مهم جدا عشان يجمع لنا كل الأجزاء دي في حتة واحدة. انا عايزاك تشوف الموضوع سهل ازاي، وبيسهل وبيلم بجد كل حاجة في حتة واحدة بشكل منظم. ده الشاحن بتاع المكنسة. انت بتحط المكنسة في ركن معين في البيت وبتحط الشاحن ده في الكهرباء. اول ما بتخلص استخدام المكنسة بتحطه على الاستند فهو بيشحن لوحده بشكل تلقائي جدا وسهل. المكنسة دي كان سعرها من سنة 3300 درهم، وهي فعلا تستحق ان يكون سعرها عالي لانها يا جماعة ما بتتكسرش ومريحة جدا وسهلة الاستخدام. دي تجربة شخصية وانصح اي حد بيفكر ان هو يشتري. وانا هنا خلصت. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات.